السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده هشرح حاجه حد طلبها مني في الكومنتات وحسيت انها فكره جميله قوي ان اوضحها، وهي شرح الكيبات او اشرح الكيب بيعمل لك ايه عامه وفايدته ايه في العموم. واحد يقول لي من قله الافكار يا سكال. اقول لك يا عزيزي، انا بجهز لك فيديوهات تقيله جايه ان شاء الله، من ضمنهم القصه اللي قررت استعين بالذكاء الاصطناعي فيها عشان النتائج السنويه عامله معاها تقريبا يعني اوفر فايت، حاجه منتهى الرخامه. المهم نسيبنا من كل ده واقول لك ان الفيديو ده حلو قوي، وبجد انا متاكد ان هو هيكون مفيد ليك ان شاء الله، عشان انا همسك كل كيب وهقول لك بتعمل ايه وايه احسن كونتنت ليها واشمعنى الكيبه دي على السلاح ده او البلدايه دي ايا يكن الموضوع يعني، وهعرفك معلومات مهمه جدا تخص كل كيبه وتخص عن طريقه تفعيلها. بس الاهم من كل ده انك ما تنساش الدعاء لاهلك واخواتك في الشام والسودان، وما تنساش المقاطعه عشان هي الشيء الوحيد اللي انا وانت قادرين نعمله. ومن غير ما اطول عليك خلينا نبدا. عزيز، رب تكون كويس في احسن حال ان شاء الله. الفيديو ده من غير سكريبت وانا ما بعرفش ارتجل، فممكن تلاقيني بقى كل شويه بزمزق في الكلام، ده غير ان انا عندي برد. يعني ان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليك. بس عموما الفكره بتاعت الفيديو ده ان انا همسك كل كيبه وهفهمك هي بتعمل ايه عملي. فاهم قصدي؟ يعني اشمعنى الكيبه دي، ليه الكيبه دي، وهوريك عملي على اسلحه مخصوصه بالكيبه دي عامه. تمام. وان شاء الله كل كيبه من دول ليها سلاح مفضل او شجره معينه مفضله انها تبقى عليها. بس عموما كل كيبة على حسب طريقة لعبك ممكن تلبسها. لو انت فاهم جدا في اللعبة ومبدع وعندك حس ابداعي وفهمان في اللعبة وعارف كل الأسلحة بتعمل ايه، فانت تقدر تلبس أي كيبة انت عايزها على أي سلاح. بس لازم تكون باني بيلد كويسة وعارف انت تعمل ايه كويس جدا بالسلاح ده. حبيت بس أقول الكلمة دي في الأول عشان الكل يبقى فاهم إن اللي أنا بعمله دلوقتي ده هو مجرد إن أنا برسم لك الطريق وانت اللي عليك تكمل فيه إن شاء الله. تمام. وأنا أول كيبس هبدأ بيهم إن شاء الله هم الكيبات بتاعت المدن، اللي هي زي بريدج ووتش، كيرليون، فورد، سيتفورد، مارتلو، كليم، هيفست، وبرسلين. فاول كيب عايز ابدا بيها انا، واكتر كيبه مفضله بالنسبه لي هي الكيرليون كيب. الكيرليون كيب بتعمل ايه؟ الكيرليون كيب بترجع لك، او مش بترجع لك، هي بتدي لك الكيو. هتقول لي ازاي يعني يا اسقال؟ ما فهمتش. هقول لك انك دلوقتي رميت كيو، طب ايه بعدين؟ تعرف ترمي كيو تانية، يعني بتديك بدل كيو واحده دبل كيو. هتقول لي والله حلو الكلام ده يعني جميل، ده نضرب على كده 2 كيو، بس الكيو ما بتديش دامج يا سكال. اقول لك لا، ما هي مش وظيفتها هنا انها تديك دامج زياده، وظيفتها هنا انها تخليك تعرف تعمل كومبو كويس يديك دامج زياده. زي ايه مثلا؟ زي اسلحه الشيب شيفتر كلها الكبه الاساسيه بتاعتها الكيليون كيب، او مش كلها بصراحه، في زي اللي هو الاير 7 دون ولا معرفش اسمه ايه، ده مارت لوك. وفي برضك اللي هو التاني دون بتاع الشجره ده، ناس اسمه ده برضك مارت لوك. والدب بياخدوا ولا حاجه تانية بس انا ناسيها. لا مش كلهم بصراحه. عامة الفكرة واضحة، انت هنا دلوقتي عايز تجيب الكومبو بسرعة عشان تتحول، فانت على طول هترمي كيو، هوبا جات لك كيو تانية كده، جالي الكومبو بتاعي، اتحولت على طول، قطع بقى فيهم على طول، شرحهم. فهمت الفكرة بتبقى عاملة ازاي؟ انا جبت الكومبو حرفيا في 3 ثواني ويمكن اقل، وعملت الدمج ده كله اللي هو 1750 دمج تقريبا. كل ده بسبب ان جالي الكيو بسرعة. فهمت الفكرة؟ فهمت ليه عملت الكومبو بسرعه؟ عرفت اعمل دامج زياده، عرفت اضرب كيوهات، سبامت، جبت الكومبو بتاعي اللي انا محتاجه. فهمت النقطه عامله ازاي في الكيبليون كيب؟ هنجرب، هجيب برضك سلاح تاني نجرب عليه عشان تفهم قصدي. المهم يا عزيزي، ان واحد من اكتر الاسلحه اللي بتحتاج الكيبليون كيب هو الكروسبو. الكروسبو بيحتاج جدا الكيبليون كيب معاه، زي الويبنج واللايت كروسبو، دول ابرز اتنين تقريبا يعني بيحتاجوا معاهم الكيبليون كيب. ليه؟ عشان الكومبو بتاعهم اعتمادي جدا على الكيوهات. يعني مثلا بفتح ار اي كيو 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 دبليو دي، بعد كده كيو كيو، بعد كده مثلا اف، استنى شويه اقوم ضارب دبليو، بعد كده ضرب كيو كيو، وافضل بقى على الحال ده اي سكيلتين وراهم دبل كيو. يعني مثلا دبليو، مثلا ادي كيو تاني استنى الثانيتين، كيو كيو، ادي دبليو تاني استنى الثانيتين، كيو، بعد كده ايه ده؟ ما قلتش كان المفروض استنى سكيلت، بعد كده كيو كيو، بعد كده دبليو دي قصدي ايه، كيو كيو. فاهم؟ اي سكيلتين على طول وراهم هضرب اتنين دبل كيو. انا ما اعرفش اعمل الكومبو دون كله غير لو الكيفليون كيب معايا في الاول، لان الكيفليون كيب هو اللي بيهيئ لي الكومبو في الاول. الكيفليون كيب هو اللي بيخليني معايا التلات سكيلات او التلات باسيفات اللي جمعتهم في الاول. فهمت الفكره ليه الكيفليون كيب مهم؟ ده بالنسبه للكومبو ده. بالنسبه لحاجات تانية الكيفليون كيب مثلا مهم ليا كتانك. انا كتانك مثلا لو جيت هنا وجيت قدام الدول دي، او مثلا قدام موب عامه، لازم تكون الكيو دي يا جماعه. لو انت بتلعب تانك فلازم يبقى معاك الكيو دي، وضربت مثلا اول موب دلوقتي كيو، تمام كده الموب عليا، فاهم؟ بس لا مش عليا كده، لو هو بص يفلت، او مثلا انا محتاج اعمل بولايه كبيره، موبات واقفه هنا وموبات واقفه هناك، فانا بالنسبه لي هبدا مثلا البولايه من هنا، فانا هفتح اف اطلع اجري اضرب كيو،
واكمل جري، اقوم جاي عند دول تاني، اقوم مديهم كيو، انا معيش كيو، اقوم مديهم كيو، اقوم راجع تاني هنا، اقوم فاتح الاير كومبريس في النص، اقوم ساحبهم كلهم. فهمت الفكره؟ فهمت ليه مثلا الكيبليون كيب مهم؟ باحتاج اظبط بيه شويه حاجات مش في اللعبه، او مثلا مش في الكاركتر بتاعتي، بس هي بالنسبه لي انا مهمه كسكيلز، كمهاره ليا انا، كبلاير، كاكسبيرينس ليا. فاهم النقطه؟ انا دلوقتي لما اجي العب تانك مثلا، انا فاهم ان انا محتاج اعمل بولايه كبيره، بيج بول، محتاج اجيب بولايه من مثلا، انا واقف هنا وهم واقفين في هناك بعيد شويه، فمحتاج ادي دول كيو عشان ما يهجموش مثلا على البلاير، على التي بي اسات بتاعتي او على الهيلر بتاعي لو محتاج يهيلني. فانا ضربت دول كيو، طلعت اجري هناك، جبت التانيين بكيو، وجيت في النص رحت فاتح الاير كومبريس بتاعتي عشان خاطر اشدهم. فهمت النقطه؟ يعني مثلا تاني مني معايا كيو، كيو هنا، بعد كده اطلع اجري، كيو هنا، بعد كده اجي في النص اقوم فاتح الدبليو. فهمت الفكره؟ فهمت مثلا ليه الكيو مهمه؟ نفس الفكره على الويبنج، نفس الفكره على البلاد مون، نفس الفكره لو انت بتلعب لايت كولر، انت بتلعب لايت كولر فانت مهم جدا يبقى معاك كيليون كيب عشان تلحق تضرب الاي بتاعتك، لان انت الاي بتتاخر جدا وممكن البلايه تفنش او البلايه مثلا تطول او اي حاجه من قبل ما تضرب الاي بتاعتك. فاهم النقطه؟ كيليون كيب من اكتر الكيبات المهمه جدا جدا في اللعبه تقريبا كلها، وتقريبا كل، يعني مش كل الاسلحه، هي كل شجره في اللعبه بيبقى فيها سلاح محتاج الكيليون كيب تقريبا. وتاني كيبه انا عايز اتكلم عليها هي البريدج ووتش كيب. البريدج ووتش كيب واحده من اقوى الكيبات في اللعبه، بس البريدج ووتش كيب مش معموله لاي كونتنت، او مش معموله لاي رول بمعنى اصح. يعني في كونتنت معينه جدا بتحتاج البريدج ووتش كيب، او في مثلا رولات معينه جدا بتحتاج البريدج ووتش كيب. الرولات دي زي مثلا في الافر دنجن الجريت اركين والمين تانك، الاوف تانك ما بيجيش مثلا بالبريدج ووتش كيب مع انها بتعمل سلو. سيبك بقى من العك اللي مكتوب ده كله، احنا محتاجين ايه؟ السلو اول انيميز ما اعرفش ايه ام باي 40%، انت بس ده اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين غير دي. انت ككاتشر مثلا زي البلدان اللي أنا لابسها دي، انت محتاج البريدج ووتش كيب. انت كاوف تانك، ما معلش، كانت مين تانك في الافرانجن، انت محتاج البريدج ووتش كيب. جريت اركين محتاج البريدج ووتش كيب، والله حتى الاركين بيحتاج البريدج ووتش كيب. يعني الموضوع عامة شامل. فدلوقتي انا وميدو هطبق عليه مثلا الاي بتاعتي بتاعت الميسا من قبل، من غير البريدج ووتش كيب، وبعدها هعملها تاني عليه بالبريدج ووتش كيب عشان تفهم الفكرة عاملة ازاي. ميدو. تمام. الموضوع كان بسيط جدا، معرفش إذا كانت ثانيتين باين ولا 3 ثواني، كملتش. اه مش طولت. حلو، قلتلي. وبعد كده ادتني سلو شوية. يا اسطى ده عملت دامج اكتر منك. يلا بينا. ايه ده؟ شفت الفرق قد ايه؟ شفت شفت اصلا؟ الدايرة اللي حواليك يعني؟ ايوه، ده الاعصار طول، والسي سي طول، اللي هو الستان، وحتى خدت بعدها السلو. فاهم؟ كل ده بسبب ده على فكره، ده كل ده والاي بس. انا كل ده ضايب عليك الاي بس. غير كده ممكن بقى أقوم مديك التابيو، وفي كمان لو اديتك قبلها كيو. في كل الحاجات دي بتزود الاي اس سي وبتزود الكراود كنترول بشكل عموما، يعني حتى السايلنت بيزيد لو عايز. فاهم الفكره دي؟ اه. تمام كده احنا فهمنا ان عامه البريدج ووتش كيب مهم في السايلنت. تمام، ومش اي حد بياخدها معاه، زي ما قلت رولاب معينه، زي اه. الناس اللي بتطلع كاتشر، وزي الناس اللي بتطلع في الافا دنجن برولاب معينه اللي هي الاركينات والمين تانك. ما اظنش ان في رول تانية بتحتاجها، غير مثلا لو بتلعب اتش سي، فتانك الاتش سي بيحتاجها. تانك الاتش سي بس على ما اعتقد. في بقى مشكله في البريدج ووتش كيب دي، معلومه هقولها لك عامه في الفيديو. البريدج ووتش كيب لو بتعمل حواليك اعصار زي ما انت شفت كده لما نطيت بالايه على ميدو، الاعصار ده لو دخل الاوف تانك جنب المين تانك وحول الاعصار ده وفتح الاف كومبريس، الموبات تتبعطر. يعني مستحيل مثلا الموبات لو انا فتحت اف كومبريس كده الموبات تيجي في المركز عليا انا، لا، تتبعطر شمال ويمين وتتبهدل كده في كل حته بسبب البريدج ووتش كيب، حتى لو مش انا لابسه. يعني والله لو في اي حد لابسه وانا واقف جنبه وبفتح الاف كومبريس، جي جي كده، البولات اتبعطرت واتحدفت شمال ويمين وحاجه قرف يعني. تالت كيبه بقى عايز اجربها هي الفورت ستيبلينج كيب. الفورت ستيبلينج كيب شرح على طول كده، بتوقف اول نقولها لك ازاي، كاتش هيجي عليك او كراود كنترول بشكل ادق هيجي عليك، اي بقى كراود كنترول، سواء بقى حد هيكاتشك، حد هيديك سايلنت، حد هيديك سلو، حد هيعمل عليك، حد هيرخم عليك باي نوع من انواع السي سي، هي هتوقف لك اول ضربه. عامه خلينا نجاوب دلوقتي. بص، ما خدش على طول بسبب فك على طول في خلاص. ثانيتها فكت. فاهم؟ دي بقى بتحميك من اي حاجه. انا دلوقتي على فكره، معلومه على السريع، الفورت ستيبلينج كيب بتشتغل وانت راكب الماونت، يعني انت لو بقى فوق الماونت بتاعك وحد حاول يكاتشك، تشتغل عليه، تشتغل على الماونت عادي.
وده يعني افكت عظمه بصراحه. انا عايز اقول لكم ان الفورت ستيفلين كيب دي انقذتني وانقذت البارتي بتاعتي وانقذت ميدو اللي معايا ده شخصيا 7000 مره عادي. فورت ستيفلين كيب واحده من اهم الكيبات اللي انت لو طالع اي كونتنت تلعب بيها. بس عايز يقتلني وخلاص. مش بقول لك انت ودي يا لهوي اللي بتاعتك قدامك قوي كده ليه يا اسطى؟ عشان مسبك مثلا 700. مش حطها بالفيديو. التانك يا اسطى. والله ما افكر اقطعها. شوف لي بدايه بي في بي يكون فيها الميسا. ورابع كيبه انا عايز اتكلم عليها هي البيفسلين كيب، واحده من اجمل الكيبات اللي ما كنتش فاهم من شويه بتعمل بس خلاص فهمت يعني. المهم البيفسلين كيب قوية جدا، قوية بشكل مرعب، بس مشكلتها انك لازم تفعل الدي بتاعتك. انا بالنسبة لي لو انا بلعب زي في زي عادي عادي هاخد البرسلين كيب 100%. بس لو انا بلعب اي كونتنت تاني غير البي في بي زي السمول سكيل وزي اللارج سكيل وزي زي في زي هي حرفيا يوسلس. ليه بقى؟ لانك لازم تفعل الهيلمت بتاعتك. في ناس الهيلمت بتاعها ما بتبقاش مهمه قوي او ما بتضربش في نص الفايتايه او في اول الفايتايه. زي مين؟ زي مثلا اللي بيستعمل مانا مش شرط يضرب الهيلمت بتاعته في اول الفايت. بس اللي لابس مثلا ستولكر هود لا لازم في اول الفايت ياكتفها. اللي زي حالتي كده اساسن هود ده في اخر الفايت، فيعني هتبقى يعني رخامه قوي. فاهم قصدي؟ فلازم دي بتضرب لو انت عايز تحمي نفسك من حاجات معينه. ايه بقى الحاجات المعينه دي؟ هي بتديك شيلد بيحميك لحد 722 من دامج جاي عليك، ده اول نقطة. وكمان بتمنع اي حاجة تلغي لك البفات اللي عليك. يعني ليكن مثلا انا دلوقتي عليا بف بقى هيل بقى استكات هيل بف استكات دامج اللي هي بتاعت مثلا رويال روب بف رويال جاكيت اي حاجه اي بف عامه. وفي حد معاه حاجه تعمل لك بيفش حاجه تلغي لك كل دون زي مثلا نفرد اللايف كيرس. لو انت فعلت الدي بتاعتك والبرسلين كيب اتفعل مفيش اي حاجه تقدر تاخدها من عليك. ميدو تعالى كده فايتنا عشان نفهم الناس. تمام. والله. انجل. نزل نزل. بس ما البرج ما اشتغلتش. تفعلش تقدر تجري تاني. بالظبط ولسه معايا الكول داون بتاع الشوز. البيفج اللي هو ضربه عليا ميدو ده الاف بتاعت الشوز بتاعتي كانت هتتلغي لو هو جابها لو هو ضرب عليا الدي. فهمتوا؟ الهيلمت اوف فالور لو ما حدش يعرف يعني بتلغي من عليك اي شيء. يعني لو انا مثلا ضربت الهيلمت اوف فالور على نفسي وانا لابس مثلا سايلنت ليكن سايلنت تشيل من عليا السايلنت تعمل لي كلينس. لو حد من الانمي اللي قدامي عمل مثلا ضرب مثلا اساسن او ضرب او شرب انفيزيبيليتي اختفى اخد باف ورحت انا ضارب عليه هو الانمي اللي قدامي الهيلمت اوف فالور اشيل من عليه كل البفات دي. فهمتوا النقطة؟ فأنا دلوقتي كان عليا باف، إيه بتقول يا ميدو؟ بقول له نجرب تاني؟ نجرب من غير طيب تعالى. عشان نفهمه كويس. هيبقى أحسن فعلا، ماشي. أنا فتحت الشوز اضرب عليا دي، لغى الشوز، شايف. شايف؟ لغى الشوز. مبقاش ليها لازمة كده خلاص، ضيع لي سكيلاية. قلتلي كده بسرعة. خمس كيب هتكلم عليها دلوقتي هي المارت لوك كيب. المارت لوك كيب بف عبارة عن بف. البف بتاعها إيه؟ إنك أول ما بتوصل ل 25% من الهيلث بتاعتك بتزود الديفنس بتاعك 50% لمدة 5 ثواني. دون الديفنس هيزيد ضد الموبات ضد البلاير ضد كل شيء. المارت لوك كيب بالنسبة لنا كتانك مهمة شوية. في إيه مثلا؟ في فايطايه تبقى حلوه جدا مثلا عشان لو عايز اهرب شويه. بس لو انا المين تانك مش مثلا دي تانك او اوف تانك لا، لو انا المين تانك عشان ببقى بنط فيهم بنط في قلبهم فممكن ان هم يرخموا عليا فيقتلوا التانك عشان ممكن يكون التانك هو الليدر ليكن مثلا كمثال. في مثلا كونتنت تانية زي الجروب دانجن. احيانا الجروب دانجن يعني لو هي عاليه شويه زي 8 4 انا ممكن اخد معايا المارت لوك كيب. ليه؟ لان اللي حرفيا بيونشتوني فممكن الهيلر ما يلحقش يهيلني. فالديفنسات دي ممكن تديني اللي هي ايه الثانيه اللي انا محتاجها عشان اظبط البولايه. فهي في كونتنت بالنسبه لنا اكسبيرينس. يعني هي ملهاش كونتنت معينه مثلا زي البريدج واتش كيب او رولاب معينه. لا هي اكسبيرينس. ممكن هيلر يجيبها عشان يحمي نفسه في نص فايطايه برضك عادي. بس انا بالنسبه لي الهيلر بيجيب لي مهيفست واحسن له يجيب لبس يحميه ده بالنسبه لي انا يعني. عامه خلينا نجرب المارت لوك كيب قبل وبعد عشان تفهموا برضك. بعد كده فايتنا ميدو حاول تعمل عليا ده مش فاول. تمام. مش كان انت تانك يعني ما تتدمكش. طب ايه كنت قلع الامر. استنى احط ثلاث دب في الأول. ماشي انت عملت لي اصلا بيرج خليت الامر بتاعي ينزل بقى 71. حلو.
هو ايه؟ حاسس تمام. ماشي، خلينا نجاوب تاني. قشطة نجاوب. الأمر بتاعي ما نزلش المواد 71 73 72 واحد لا نزل تاني 71. ما نشوف أصلا لسه ما اتأكتفتش، استنى لما اتأكتف يا ترى الأمر في البتاع يزيد ولا لأ. ماشي كده اتأكتفت كده دلوقتي كده ايوه 25. حطيت عليك ديفنس، شايف الديفنس اللي اه حواليك ده؟ الديفنس ده ما بتدمجش تقريبا. ما لحقتش اقرا الافكت للاسف. امم مش عارف يا ميدو، حاسه مش احسن حاجه اصلا مطلوب كيب. طب يا جماعه زي ما انتم شايفين مطلوب كيب يعني بالنسبه لي كتانك دلوقتي مش عارف يعني، مش عايز احسن حاجه فاهم، مش عارف رايك ايه. والله مش عارف، انا بستعملها عن نفسي في كتانك. حاسه عبيطه يعني فاهم. انا بالنسبه لي انا مسبيك اصلا الاموات كلها 900، انا تانك محتاجها. عن نفسك انت تستعمل بريدج واتش احسن. بس انا استعمل الكيبليون احسن، انا اخد البولات لو هو مثلا دبل بول كيو. دانش. لو دبل بريدج كيو. واتش بقى وانا زي ما قلت لك في تبكين بقى ولا ايفر ولا اي حاجه تانيه ولا اتش سي. ما علينا، اديكوا شفت يا عزيزي البتاع اصلا زي الزفت، ففكوكم مفتوحة خالص، نخش في اللي بعدها على طول. اخر كيبات المدن اللي انا هجربها ان شاء الله هي السيتفورد كيب. السيتفورد كيب بسيطه خالص، انت كل اللي عليك تضرب اوتو اتاك وهتتاكتف. هي بتضرب كده زي شحنه كهربائيه في نطاق 9 متر، بتمشي لحد اربع اشخاص واقفين فيها او اربع موبات واقفين فيها، بتعمل عليهم 214 دامج، وبيزيد الدامج ده لما تعلى في كل تير. يعني الموضوع بسيط، حتى الكواليتي لما بتعليها اللي هو اكسلنت ماستر بيس حاجات كده بيعلى برضك الماجيكال دامج ده. فهي مناسبه لتقريبا اي حد بيعمل استكات او اوتو اتاك. يعني مثلا انت دلوقتي بو هتبقى كويسه عليك. يعني بص هي كويسه جدا بصراحه، حتى الدجرات زي ديت شايفها تبقى كويسه جدا عليها. اضربني كده يا ميدو وانا واقف جنب الموبات دي، قصدي دول دي. تمام. كل داون 15 ثانية، يعني كل داون حلو بصراحة. كمان والله حلوه. اضرب. اثبت. لا جامده بصراحه. 126 توتال، لا جامده. مش شايفها وحشه بس شايفها كويسه جدا، يعني كذا حاجه تبقى كويسه عليها. عارف يعني محتاجه ايه؟ محتاجه تعمل ديباف، يعني محتاجه حاجه كمان. انا يعني فاهم بعمل ايه؟ ديباف بالكيوهات والدبليو. الديباف بتاعها اهبل شويه، انا بتكلم على الكيبه ذات نفسها. لا مش عارف اللي ايه، هي كويسه. الحق يتقال هي كويسه بصراحه، السيت فور دي كويسه وكل حاجه وعلى عيني وعلى راسي والله السيت فور دي كيب. بس مش كفايه، يعني لازم تزودوا حاجه كمان يا جماعه يعني. تعالى هو بعيد عن ايه؟ الموبات اجربها عليك. ايه؟ تعالى بعيد عن الموبات يمكن الدمج يفرق. تعالى. او تعالى بعيد. انا عايز اقف في نطاق 9 متر كده مثلا، تجرب كده تضربني من هنا او من هنا شويه. تمام. ما ما وصلتش. اشتغلتش. هبل 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 هبل. 150 دمج وانت تانك. حلو. بصراحه يعني بصراحه حلو بصراحه مش وحش. تقريبا بتفرق لما انت تبقى قريب من الموبات بالدمج، ان كل موب لما هم اربعة. شفت. اه دلوقتي اتاكتيفت ماشي تمام. بص هي كويسه بالنسبه لي، لو في سولو دانجن تبقى كويسه جدا. فاهم، شايفها تبقى كويسه وحلوه جدا كمان، مش وحشه مش بطاله خالص يعني. ايه 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 ايه. ماشي فهمت. بويزن بويزن. كويس جامد. اصلا. على بويزن. يا عم خلصانه عامة كده، خلصنا من الكبات بتاعت المدن كلها. هندخل دلوقتي بقى في الكبات بتاعت الموبات ايا يكن بقى اسمهم ايه. انا قلت اخر كبات وانا اصلا نسيت اشرح الليم هيبست كيب. عموما يعني الليم هيبست كيب على السريع كده فاهم عشان افهمك. بتديك او مش بتديك، هي بترجع لك 70% من الانرجي بتاعتك على لمده 3 ثواني او معلش لمده 9 ثواني. بتفضل ترجع في الانرجي بتاعتك عامه. ودي اي حد بيلعب باي سلاح في وسط مهمه جدا بالنسبه له. خلينا نجرب دلوقتي اصلا مع ميدو. طب بقول لك ايه، اعمل على العرايس، اعمل على العرايس تخنقناش. انا عايز المانه بتاعتك تخلص وهي تشتغل. اضرب اي حاجه تاخد المانه كتير. يلا 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 ايوه كيوات. كده. كيوات ايوه لسه ايوه. هدفع. ماشي هتشتغل دلوقتي اول ما توصل مش عارف اقل من 70 باين اهي اكتيفيتي اهي. بص على طول بترجع لك المانه ايه صفر. اضرب كيوات اضرب كيوات اضرب سبام كيو سبام كيو.
فاهم؟ بص انت عملت سبام كيو بترجع الماء بتنقص، جامده والله العظيم بتاعتي جامده قوي يا جدعان. اي حد، اي حد طالع بي في بي لازم ياخدها. سمول سكيل لو انت لابس ايه، لو انت التانك خد لي مهيفست، لو انت اي حاجه في اي حاجه في السمول سكيل خد لي مهيفست. هي اللي مهيفست ثابته معاك في السمول سكيل، لان في نص الفيطايه لو المانا بتاعتك خلصت وقلت انا معيش مانا هتبقى مصيبه كارثه. بالنسبه بقى للهيلر فهو ثابته معاه اللي مهيفست كيب، ما بتتغيرش. انت هيلر يبقى اللي مهيفست كيب، ما بتتغيرش نهائي. وفي بعض الحالات، في بعض الحالات لو انت مسبك الاكسات جامد قوي فلازم لميرست كيب للاسف، لان الاكسات كل ما تسبكها كل ما بيعلى الدمج، كل ما بتاكل مانا اكتر. السبيكات بتفرق جدا في المانا، وتقريبا وفي حد علمي الكروز برضك بيفرق في المانا، بس بنعوضه اسمها ايه اللي هو الكاول تقريبا يعني، حسب ما اتذكر يعني. كان في واحد صديق ليا زمان كان شارحها لي. فديك فهمت، لو المانا بتاعتك بتخلص بسرعه خد لك لميرست كيب. تمام، دلوقتي بقى نخش في الكيبات بتاعت الوحوش. كل كيبه من دول بتمثل نوع معين من الوحوش. اولهم المورجانا كيب، وشرحه نفسها مورجانا يعني هتبقى ايه يعني، طبعا السكيلتون اكيد لا مورجانا. المورجانا كيب بقى بتعمل ايه؟ بتقلل الكاست تايم بتاعك لنسبه 50%. تمام، ودي نسبه رائعه. الكاست تايم ده ايه؟ ده الفتره اللي بتاعت الانيميشن اللي تضرب فيها السكلايه. في حد علم انا الشخصي اي فروست في الدنيا ثابته معاه المورجانا كيب. اي فروست، اي سلاح فروست بتلعب اي حاجه فيها كلمه جليد، ايس فروست، اي نيله، ثابته معاك المورجانا كيب ده في حد علم الشخص يعني. في اسلحه تانية بقى زي مثلا تقريبا ايه موب تاني اللي بيحتاج المورجانا، في حاجه تانية بتحتاج المورجانا بس انا ناسيها ايه تاني غير. البليزنج لو حط الكيو بتاعت الاسبام. اه البليزنج برضك، الفاير برضك لو هو يحط كيو السبام فعلا. ما اظنش في حاجه تانية صح. بص عامة عامة يا عزيزي اديك شايف يعني، هو الحاجات البارزة قوي او اللي هتحتاج فيها المورجانا كيب بشكل اساسي معاك هي اسلحة الفاير واسلحة الفروست. وفي الاغلب مش هتحتاجها حتى في الفاير، لان الفاير بتبقى سولو تارجت، انت بتستعمل الكيو اللي هو سولو تارجت. ومش معظم الناس اصلا بتاخد معاها البيلدات بتاعت سولو تارجت. معظم الناس التانية بتاخد معاها الكيفليون كيب اللي هو عشان ترمي تقوم رامي على طول 2 كيو في دبليو، وتفتح وتكون طبعا فاتح قبلها الدبوي دروب، وتقوم بعد ما تضرب الكيو ده وتفتح الوالد صندل وتقوم ضارب الاي بس كده. فيعني مش كل الناس بتستعمل في الفايف المورجانا كيب. بالنسبه بقى للفوست فانت ثابت معاك، وهتفهم ليه دلوقتي. ميدو يعمل كده دول بياكل فود اه. عايز ايه؟ شغل وان شوت اه. طيب يلا، طب ما تشغل الاي طبعا عشان تتاكتف. ايوه انا كده اتاكتفت المورجانا كيب على طول، تك 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 تك. فاهم؟ على طول اسرع بكتير جدا. هو انت مكسل تفتح السكولر طب ولا ايه؟ مش فاهم النبي. واحده واحده يعني، مش هفعلهم الاتنين مره واحده. انا ريدي. ماشي يلا على طول، تك 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 تك. لا والله جامده 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 قوي يعني، عامله فرق رهيب. ماشي بص بقى، اصلا بتاعها بتبقى بطيئه من غير عيوب كده كيوات عاديه. لا بتبقى بطيئه جدا بجد، اساسي والله فعلا اساسي. المرجانه اساسيه تقريبا كده جي جي. مش كنت ملاحق على السكولر والمرجانة اصلا في الاتجاهات، كنت بسمعهم مش ملاحق عليها كمان. ايدك مش ملحق. الناس اللي عندها الاف بي اس قليل مش هتعرف تعمل حاجه تقريبا. طيب عامه يا عزيزي اديك فهمت المرجانه بتعمل ايه. خلينا نخش على طول في الكيمه اللي بعدها. والكيمه اللي بعدها واللي عايز اجربها هي الافالونيان كيب. دي بالنسبه لي كتانك واحده من اهم الكيبات، ولاحظ اني بقول يا عايزي كتانك، ها كتانك. وهي بقى ليه مهمه؟ عشان الديباف بتاعها، سيبك من الدمج اللي هي بتعمله. الديباف بتاعها بيعمل ريديوس دامج على الانمي بنسبه 15% لمده 4 ثواني. يعني بتقلل لي الدامج بتاع الانمي 15%. مع الاي بقى بتاعت الانكوبوس، مع الديباف بقى بتاع بتاع باقي السكيلات بتاعتي. مثلا لو انا لابس الارمور اسمه ايه، الجارديان ارمور، وعامل اللي هي الانفيبل، كل دون بيقلل لي الدمج بتاع الموب. فبالنسبه للبلاير التانيين او مثلا بالنسبه لي انا، الموب اللي قصادي مش عارف يطلع دمج اساسا. زائد الدمج اللي هو بيطلعه، بتطلع دمج 309. وعايزك تلاحظ ان الدمج بيعلى كل ما نعلى في التير في نطاق 6 متر. وكل طبعا اللي بيلبسوا الدمج او الكهرباء او الفرقعه او ايا يكن اللي بيطلع من الافالونيان كيب بيحصل عليهم الريديوس دامج ده. فبالنسبه لي مهمه جدا واساسيه معايا، هي والكيبليون كيب بالنسبه لي اساسيه كتانك. وكل ما الف التير بتاعها اكتر كل ما ده بيكون بالنسبه لي انا احسن بكتير جدا. عامه خلينا نجرب على ميدو. ميدو ممكن دول. تمام، اجرب الكيو من غيرها وبيها. تمام. تمام هجرب في الاول. طب اصبر بقى ايه، نجرب بيها الاول. تمام خلينا اديك كيو. حلو. كام؟
استنى، والله ما حسبتهاش. وانا دلوقتي انا 57 باين اساسا، صح؟ استنى كام؟ لما تج... 77. 77 ده فرق 10. وانا 200 يعني كام، 77. 78 بالظبط. فرق 10 من كيو واحدة. بس هي 15%، 15%، مش 15%. 100 احنا هنا يعني. بنتكلم كمان على الكيو بتاعتك اللي هي اصلا قليلة. ما بالك بقى لو موب بيديني ده كمان، انت بتتكلم على الكيو بس، لو في سكيلات تانية كان الموضوع هيبقى اصعب بكتير. تمام، دلوقتي يا عزيزي انا هشرح لك الهيبيتك كيب. الهيبيتك كيب ما عنديش حاجه اقولها عليه بشكل كبير، يعني انت لازم تشوف هي بتعمل ايه، انا مش عارف اقول لك هي بتعمل ايه، بس عامه هي بتم تراب على الارض. ميدو دولني كده. سمعتها التراب. تراب، قصدي فخ، ترمي فخ على الارض، فخ فخ. ماشي. افعلها. لا بس يعني بقول لك ايه، روح بعيد واضرب دبليو عشان يعني فاهم تتاكتف. مش بتتأكد بالدبليو اصلا. مش لازم، لما بتعمل داش عليا تقوم فاتح الاف. بالاف. ايوه تمام اهي. حلو، شفت عامه عملت ايه؟ عملت تراب وانا وقعت فيها، اديتنا على طول السي سي. وهو كده بتعمل دامج، بتعمل دامج محترم كمان. بتزيد مع التير. الدمج عامة بيزيد مع التير، وكمان بتعمل فيزيكال دامج. يعني أنا الدمج اللي بيحصل فيا ده اللي هي 139 دامج، وبتزيد كمان مع التير بيبقى فيزيكال دامج، يعني ترو دامج من الآخر. بيخش على طول في الهيلث. بتعمل يا اسطى سي سي لمدة 7 ثواني. عامة الهيريتك كيب مناسبة جدا جدا للهيل جيت، وتقريبا كمان مناسبة لأي كومبو وان شوت يكون فيه ضجر. أي ضجر تقريبا بيعمل وان شوت الهيريتك كيب بيبقى شغل عالي جدا معاه. لأن الضجرات عندها السكيلات اللي هي بتعمل داش دي. ميدو يعمل كده السكيلات بتاعت الداش دي بتاعت الضجرات، وعايزك اللي هي اللي بترمي عليا حاجه كده تقوم جاي لي. عارف. فاهم؟ عشان برضك تفهم نوضح لعزيز المشاهد. يلا بينا. بالظبط. انت مثلا نسيت كده ما تدوس الاف. اتفعلتش. كده مش كانت متفعلة، سوري. ضاع كانت كول كله. داون. نسجل تاني. تمام، خلينا نجرب تاني. حلو قوي. حلو قوي، بص مش عارف اتحرك. مش عارف اتحرك بجد، صعب قوي البتاع ده. فاهم؟ السي سي ده حرفيا فخ. هو ده انت لو بتقفش بيه الجزره يا اسطى هيبقى جامد. تقريبا انت عشان تانك اصلا بتأثر ايوه، عليه. انا عشان انا تانك وعندي اللي هي المقاومه بتاعت السي سي ده فقصيره، بس هي عامه 7 ثواني. ف 7 ثواني ده كتير، 7 ثواني ده كتير. واصلا السي سي اللي حصل عليها وانا تانك ده اصلا الفتره دي كلها، لو فرضنا ان هي ثانيتين ده كتير، لو هي ثانيتين سي سي ده كتير جدا يعني. ده كتير قوي كمان. والكيب اللي هتكلم عليها دلوقتي هي الاندد كيب، اللي ان شاء الله تبقى دي الكيبه اللي قبل الاخيره. الاندد كيب مشهوره الحمد لله. ودي بكل بساطه اول ما الهيلث بتاعك يبقى فاضل فيه 15%، بتقوم متاكتفه على طول تلقائي. ولمده 6 ثواني بتبقى انت مختفي، محدش قادر يشوفك. عامه هنعمل دلوقتي تيست عشان تفهموا برضك الفكره. مين دول جدع. تمام يلا. 15% في الهيلث قد ايه؟ لسه هضرب الدبليو وخلاص. اشتغلت استنى. ولا ايه؟ لسه يا ابني. برضك كده اشتغلت. اشتغل. تمام تمام كده اشتغلت. شغل. لو 15% من الهيلث قليل قوي كده. ايه العبط ده؟ 15% انت من ايه اللي الهيلث. خلاك كده؟ انا اتخيلت، ايه انا اللي خلاك عادي، كده؟ انا ظهرت نفسي نطيت عليك على طول. يعني عامة ايوه انا الفكرة بقول. وضحت ان هي بتخليك تختفي بس. انا ما تخيلتش ان 3337 هيل ال 15% منهم 200 وشوية. ما علينا لا نروح انا لاخر كده جربت. عشان نكون خلصنا الكيمات دي كلها. اخر كيب بقى عشان نكون خلصنا الفيديو ده كله، وكون انت ان شاء الله فهمت يا عزيزي كل الكيبات. هي الديمون كيب. الديمون كيب بجد من احسن الكيبات اللي ممكن تلعب معاها بالضجر. هي تقريبا انسب حاجه ليها الضجر. الديمون كيب بكل بساطه انك بترمي اوتو اتاك، مكان الاوتو اتاك ده ما بيخبط في الانمي بينزل تحتيه بقعه لافا او كتله لافا. بتعمل عليه 128. ده على فكره بتزيد مع التير 128 ماجيك دامج، وكل ما تعلى في التير تزيد. بتفضل موجوده لمده 5 ثواني. بقعه الماجيك دامج دي بتبقى على هيئه لافا كده على الارض، او حرفيا بقعه نار يعني. فاهم؟ اي حد واقف فيها بيتهان بجد، بتهين.
وبتعمل ماجيك دامج عالي جدا 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 على لو انت تانك مثلا وعملتها على الانمي. فاهم؟ بتبقى حلوه جدا، بتخلي تخلي الدبيسات بتاعتك تسرع الدمج شويه. مع الاي بتاعت الانكوبوس بتبقى فعلا فعلا بتعمل فرق رهيب. وطبعا بقى لو انت بتلعب بالضجر فالموضوع حرفيا هيبقى وان شوت، واديك هتجرب دلوقتي. يلا ميدو. ماشي يلا بينا. ده كده وانا تانك بجد. لا بتاع دي قلق يا اسطى، بتاع دي بجد قلق. انت اتروقت. فاهم؟ بتعمل دي كده وكده وانا تانك، يعني انا اتخيل لو ايه ده. ايه ده لا مؤاخذة. الدم. اه الانديد. الدم. الانديد ده خلاك الأندر. تمسها. نسيتها ما لعتوش. انت ضيعت الاي بتاعته، ضيعت الدم، وضيعت كل الكومبو كله بس. الانديد. الانديد ده يا جدعان جامد، هو الانديد اثبت نفسه في الفيديو. يا عزيزي، رب الفيديو يكون عجبك، والحمد لله ميدو كان موجود وساعدني، والحوار ده خلاني يعني جات لي فكره حلوه كده، اللي هو ان كل شخص محتاج اجابه على سؤال لو هو عنده في الديسكورد او في الكومنتات هاخده ونعمل الفيديو سوا. فبالطريقه دي اكون بتفاعل معاكم كويس جدا، وفي نفس الوقت اجاوب على اسئله يمكن انا ما انتبهلهاش، وفي نفس الوقت مع مرور الوقت انزل فيديوهات القصه وفيديوهات للناس اللي هم تقيله في اللعبه، زي ان انا مثلا ان شاء الله في المستقبل لما واتش دريم يعني يخلص وكده هعمل في سلسله فيديوهات عن شرح بوصات الافا باذن الله يعني. في فيديوهات تانية عن الجروب بانجت والافا رود وازاي تبقى ليدر عموما، وهنزل فيديو اتكلم فيه عن ازاي تقدر تكون ليدر وفاهم ايه خطوات انك تبقى ليدر عامه، الليدر بيحافظ على ايه وهمه ايه، وفكره حتى زي يعني بص هجيب لك من اول لاخرها، حتى اللوت هوريك ازاي بيتوزع. بس المهم ان انا عايز اقفل ان شاء الله ال 5000 قبل اخر السنه، فان شاء الله يكون في توزيع اكواد جيف اواي الفيديو الجاي، ولو انت وصلت للمرحله دي في الفيديو فعرفني في الكومنتات عشان اعرف ان انت الشخص اللي فضلت مكمل للاخر. والله عزيز اشوفك الفيديو الجاي، والى اللقاء.